السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وصفتنا النهاردة مميزة جدا جدا. هنعمل مع بعض بسكوت العيد بالكاكاو. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله، اللهم بارك. بأمانة الشكل بيتكلم عن نفسه. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة. مكونات سهلة ولذيذة والطعم بأمانة ولا غلط. عايزاكي تعملي بالطريقة دي هتنبهري بطعمه وبجماله بأمانة. ولو أول مرة تشاهدوا قناتي أكلات وحلويات أم ندى، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لعدد كبير من الناس. واتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو للآخر. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا كيلو دقيق. أنا النهاردة استعملت دقيق مكة، ممكن تستعملي أي دقيق أنت بتفضليه. هنخل بقى الكيلو الدقيق بالشكل ده كده، بيدي طراوه حلوه قوي للبسكوت. اهم حاجه تنخليه كويس جدا، بيدخل الطراوه كده في العجينه. وبعد ما بنخله كده هشيل نص كوبايه دقيق وهحط بدلها نص كوبايه كاكاو. هنمشي خطوه بخطوه مع بعض وتشوفوا المقادير مظبوطه وناجحه 100% باذن الله. انا شلت نص كوبايه دقيق وهضيف نص كوبايه كاكاو وهنخلها مع الدقيق، عشان طبعا انتوا عارفين الكاكاو بيبقى محبحب كده، لازم يتنخل كويس جدا. في المرحله دي هنخل مع الكاكاو معلقه كبيره بيكنج باودر كيك شيف، او اي بيكنج باودر انت بتستعمليه براحتك. شايفين بقى الكاكاو؟ هعملها كده بقى بالمعلقه عشان تتنخل معايا كويس جدا. كده بقى معايا جاهزه الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر. في المرحله دي هضيف ربع معلقه صغيره ملح، وهقلب المكونات كده مع بعضيها وهركنهم على جنب. انا النهارده هعمل بسكوت في العجينه. معايا نص كيلو زبده كريستال او فرن او جنه اللي انت حباه. انا مستعمله زبده كريستال. هضيف معلقه كبيره سمنه بلدي، بتدي طعم جميل جدا البسكوت، جربوها وادعوا لي. هضيف كمان معلقتين زيت ذره. معايا كوبايتين سكر بودره، انا طحناهم في مطحنه الخلاط ونخلاه كويس جدا. المقادير كده مظبوطه، وجربوها بالطريقه دي وادعوا لي. وهضيف كمان تاني كوبايه، وهشغل بقى العجانه كده لحد الزبده ما تندمج مع السكر بالطريقه دي، والسكر يدوب تماما. اهم حاجه ان الزبده تندمج مع السكر كويس جدا. ما ينفعش يا حبايبي ان انتوا تجيبوا السكر البودره جاهز من بره، طبعا بيبقى فيه نشا. بامانه اطحنيه في بيتك احسن كتير من اللي هو تشتريه جاهز من المحلات. شايفين بقى حبايبي الزبده فتحت معايا ازاي والسكر كده داب تماما. اهم حاجه ان احنا نتاكد ان السكر داب بالشكل ده. كده بقى معايا جاهزه الزبده والسكر. في المرحله دي هضيف 4 بيضات يكونوا بره التلاجة، وهضيف عليهم باكو فانيليا، وهضيف كمان فانيليا سايله بتدي طعم حلو قوي. هشغل بقى العجانه كده وهنزل بالبيض بيضه بيضه والعجانه شغاله. نزلت باول بيضه واستنى حبه كده لحد البيضه ما تختفي معايا مع الزبده والسكر. هنزل تاني بيضه. هنزلهم بالتدريج، مش هنزلهم دفعة واحدة، هنزلهم واحدة واحدة بالشكل دوت. حلو جدا البسكوت بالكاكاو ده، اعمليه لولادك انضف واوفر كتير من انت تشتري الحاجات دي جاهزة من المحلات. بأمانة جميل ويستحق التجربة، ولو مشيتوا على الخطوات هتطلع معاكم الوصفة ناجحة 100% بإذن الله. وإن شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان تعرفوا المقادير بالظبط. عليت السرعة بتاعت العجانة كده بقى معايا جاهزة. في المرحلة دي هنزل بقى بالدقيق والكاكاو. عايزاكم بقى تجربوا طريقة البسكوت، تحفة بأمانة، جميل جدا وطعمه أحلى وأحلى. أشغل بقى العجانة لحد المكونات كلها تندمج مع بعض وتدينا عجينة طرية كده. لو ما عندكيش عجانة ممكن تضربي بمضرب البيض. شايفين بقى حبايب المكونات كلها بدأت تندمج مع بعض بالشكل ده. في المرحلة دي هضيف نص كوباية حليب، والحليب ده يكون كامل الدسم بيدي طعم جميل جدا للبسكوت. عايزاكم بقى تجربوا طريقة البسكوت دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، عجبكم ولا لا؟ ولو عجبكم لايك وشير للفيديو. بأمانة فعلا جميل ويستحق التجربة. هوريكم في النهاية شكل وطعم مفيش أحلى منه. كده بقى معايا العجينة جاهزة ما شاء الله وطرية اهي وسهلة التشكيل. البسكوت ده أنا هشكله بمكنة البسكوت وهوريكم في النهاية. هعدل بقى المكنة، وشايفين بقى العجينة معايا جميلة ازاي وطرية وسهلة التشكيل. طبعا التشكيل ده حسب رغبتك، عايزه بقى تعملي البسكوته رفيعه بسكوته تخينه برضو براحتك. انا هشغلها كده. طبعا انتوا عارفين كلكم ان انتوا تشغلوا مكنه البسكوت سهله جدا. وبناخد برضو البسكوته كده برصها في الصاج، ما دونوش اي حاجه. حابه بقى البسكوته طويله او قصيره برضو ده براحتك. انا هشكله بطريقتي دي وهوريكم في النهايه شكل وطعم مفيش احلى من كده.
واخد قطعة تاني من البسكوت كده وارصه كده في الصاج بالشكل ده. سهل بقى البسكوت ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت بكل سهولة، مكونات سهلة ولذيذة والطعم بأمانة ولا غلطة. اعمليه في بيتك أوفر وأنضف كتير من إنك تشتري البسكوت ده جاهز من محلات، بأمانة جميل وطعمه أحلى وأحلى ومقاديره مظبوطة وناجح 100%. كده بقى شكلت البسكوت بالشكل ده وهوريكم عمل لي كام صاج ما شاء الله. بص أول صاج أنا عملته، وهشكل بقية الصاجات كلها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات كده وبنفس طول البسكوت، وهوريكم في النهاية شكل البسكوت عامل ازاي وعامل لي كام صاج. هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وهدخل بقى البسكوت الجميل كده في الرف الوسطاني. هيقعد معايا بالظبط ربع ساعة حسب الفرن بتاعك. واول ما يطلع معايا البسكوت، ايه رأيكم بقى في الجمال؟ بأمانة البسكوت بيتكلم عن نفسه، والشكل والطعم مفيش أحلى من كده، فعلا جميل ويستحق التجربة. أتمنى تجربوه بنفس الطريقة بنفس الخطوات، وأنا واثقة ومتأكدة 100% إن هو يعجبكم إن شاء الله. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو. فعلا بقى جميل. شوف بقى كام صاج عمل لي البسكوت. من كيلو دقيق عملت 2 كيلو بسكوت. وفر بقى ولا مش وفر؟ والبسكوتة معايا مقرمشة وطعمها في منتهى الروعة والجمال، حقيقي جميل ويستحق التجربة بأمانة. شكل وطعم مفيش أحلى من كده. هو ده بقى بسكوت العيد الجميل اللي تاكليه ما تشبعيش منه أبدا، مع كوباية شاي بالحليب، طعمه بقى في حتة تانية خالص. بكسر بقى البسكوتة، ايه رأيكم؟ شايفين حجم البسكوتة جميل ازاي؟ رصيته بالشكل ده عشان اوريهولكم ان عمل لي 2 كيلو بسكوت ما شاء الله اللهم بارك. هجيب بقى علبة ويكون غطاها محكم، هرص بقى البسكوت المقرمش الجميل ده كده في العلبة وهغطيه، وكلي بقى وادعيلي بأمانة في منتهى الجمال. ومعلقتين الزيت اللي انا حطيتهم عملوا مقرمشة جميلة جدا للبسكوت، والطعم بقى مع معلقة السمنة البلدي في حتة تانية خالص. ايه رأيكم بقى في البسكوت الجميل ده؟ جاهز ولا مش جاهز؟ واحلى من الجاهز بمراحل. عملناه في البيت بمكونات سهلة ولذيذة، وطبعا بمقادير مظبوطة وناجحة 100% بإذن الله. هرص البسكوت بالشكل ده كده لحد ما املى العلبة كلها، وهيعمل لي برضو نص علبة تاني، وهغطيه بقى كده وتاكليه منه. هيفضل اخر بسكوتة مقرمشة وطعمها احلى واحلى. بعد بقى ما رصيت العلبة الكبيرة هرص العلبة الصغيرة كده، والبسكوتية بقى المدورة دي. طبعا انا حبيت اعمل اوريكم بس البسكوت الجميل المدور ده، شكله في منتهى الجمال وطعمه احلى واحلى. اخر حتة بقى شكلتها كده بقى عشان اولادي واحفادي. عايزة اقول لكم حبايبي ان البسكوت ده طعمه جميل جدا وانا بحبه جدا بأمانة. انا بحب اعمله كده بالكاكاو، بيبقى طعمه في حتة تانية. واهم حاجة تكون الكاكاو فاتحة، طب ما يبقاش غامق عشان ما تغمقش معاك البسكوت. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. بشكركم جميعا على المشاهدة، في انتظار تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناة. والسلام عليكم، وعيد مبارك عليكم ان شاء الله.